بالنسبة لمريض السكر يعرف ازاي انه سكره التراكمي مظبوط؟ ومش بقول سكره مظبوط لانه تحديدا السكر التراكمي، لان كلمة سكره بشكل عام مظبوط لا ده موضوع تاني. فاحنا هنتكلم عن السكر التراكمي في مريض السكر. السكر التراكمي التارجت او الهدف في السكر التراكمي بالنسبة لمريض السكر المثالي او الايديال انه يوصل ل6.5% او اقل. احيانا نسمح بده ونقول ان الايديال ممكن يوصل ل7%. يبقى اذا انا علشان اقول ان سكري التراكمي كويس لازم اوصل على الاقل من 7 لتحت 6.5%. طيب في حالات ممكن نسمح بان السكر التراكمي يكون اعلى من كده، بس هرجع تاني اقول ان دوت على حسب الدكتور المعالج ما بيحدد للمريض، لأنه تحديد التارجت أو الهدف بالنسبة للسكر التراكمي بيعتمد على أشياء كتيرة جدا. من الأشياء دي المريض المصاب بالسكر يا ترى عمره كم سنة، يا ترى الفترة اللي هو مصاب بيها بالسكر كم سنة، هو مشخص جديد ولا بقاله 10 سنين ولا بقاله 20 سنة مصاب بالسكر، هل في مشاكل صحية مصاحبة للسكر زي اعتلال الشبكية، زي مشاكل الكلى، اعتلال الأعصاب، حاجة مشكلة في القلب لا قدر الله. دي كلها برضو بتأثر على قرار الدكتور أنا عايز سكرك التراكمي يوصل لكام، إلى جانب نوعية الأدوية اللي بياخدها المريض، قدرة المريض على الالتزام بالأدوية، ده مهم جدا. إلى جانب حاجة مهمة جدا كمان، وهي إنه أنا علشان أوصل لمستوى معين من السكر التراكمي لازم أوصل للمستوى ده بأمان. بأمان يعني إيه؟ يعني ما يكونش المريض بتاعي عرضة لانخفاض في السكر أو انخفاضات متكررة في السكر على حساب إني أنزل بالسكر التراكمي لمستوى مثلا زي 7 أو 6.5. ودي بيحددها برضو الطبيب المعالج من خلال متابعته للمريض ومتابعته لمستويات السكر على مدار اليوم مع المريض بتاعه.